أعرف إنك جائع أيها البعتيتي كل لم يتبقى لنا سوى بعضنا البعض قد خذلونا كلهم. بسم الله. هيا بعتيتي هيا يا بعتيتي ماذا؟ نار على ماذا الكلام؟ ما تحاسب يا عم. هل تبرت ما ماذا؟ ما تكتب الكرسي في دماغك. اذهب. انا اللي اذهب. أنت أكلت وأنا لم آكل إلى الآن. ما هذه الرائحة؟ هيا بعتيتي اذهب إلى هذه الرائحة بسرعة. كيف هنا؟ كيف هنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديقي لماذا ملتوت؟ من الذي لدته؟ ملتوت يا فندم يعني فطير باللغة الهيروغليفية. هيروغليفية؟ وهل أنت هيروغليفي؟ وهل أنتم محنكين أم جدد في الهيروغليفية؟ محنكين جدا يا فندم، احنا لسه فاتحين جديد بس الاستاف كله محنك، حتى الشيف ده محنك. ايه محنك دي؟ طبعا الراجل ده زعل. انا محنك. ماذا تقترح علي؟ وحوش بطني تزقر. احنا عندنا بيتزا نابولي مميزين جدا فيها، ايه رايك تجربها؟ مميزين؟ محنكين فيها يا شيف. خلي بالك دي بيتزا نابولي ايطاليه وبتتخمر في 72 ساعه. لماذا صديقي؟ هل تأتي من إيطاليا مش؟ خفيفة على المعدة ولذيذة جدا. زي النابولي مطرشة. وهذا الملتوت ما الذي بداخله؟ هذا رول فطير بداخله سماش برجر. البرجر المهشم أخذ الفطير في بؤرة أخرى. ومن هذا الصغير؟ ده الميني حواوشي اختراع ملتوت. وهل يعرف أهله أنه يعمل في هذا العمر؟ لا احنا مخبيين عليه. أتعرفين أيتها الملكة؟ بارعين جدا في هذا الفطير. لحم المقدد هذا طرشن. أشعر بالتخمة. جرب الحلو بقى. حسنا. اتمنى يكون الاكل عجب حضرتك. في ملتوت هنا اسكندريه كامب شيزار شارع بورسعيد عشان نغير مفهوم الاسكندرانيه عن الاكل. حضرتك هتطلب ايه بقى من الحاجات اللي انت جربتها؟ انظر العصفورة.